السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال التالتة إعدادي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر محمود فتحي شعب، مدرس التاريخ والجغرافيا للثانوية العامة والمرحلة الإعدادية. إن شاء الله بإذن رب العالمين هنعمل فيديو عن كل درس. إن شاء الله مدة الدرس ما تزيدش عن ربع ساعة، عشان عارف إن رجال التالتة إعدادي بتحب تذاكر بسرعة. فإحنا النهاردة إن شاء الله بإذن رب العالمين هناخد الدرس بتاع ثورة 25 يناير و30 يونيو. تعالى كده يلا بسرعة نحط خريطة ذهنية للنقط المهمة اللي احنا عايزين ناخدها في الدرس ده. جاهز؟ يلا بينا. أول حاجة لازم تعرفها في الدرس ده إن التكنولوجيا الحديثة كان لها دور مهم جدا في قيام ثورة 25 يناير، وتمثلت هذه التكنولوجيا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك والشبكة الدولية اللي هو الانترنت. يبقى أول معلومة خلاص عرفناها إن بيقول التكنولوجيا الحديثة كان لها دور هام في قيام ثورة 25 يناير. شكرا. يلا ندخل في الموضوع على طول. الموضوع بيقول أستاذ أنا عايز أعرف إيه أسباب ثورة 25 يناير، وخلي بالك هو بيحاول يعمل ربط بين ثورة 25 يناير وثورة 23 يوليو 52. يلا رزقك بقى كده، انت جيت في دولة بسم الله ما شاء الله لها تاريخ عظيم. يلا بينا نكمل على طول. اول حاجة بيقول ايه اسباب ثورة 25 يناير؟ عندي 5 اسباب، كل سبب له نقطتين. اول سبب بيقول هو تدهور الاوضاع الاقتصادية. 2 سوء الاحوال الاجتماعية. 3 تدهور الاحوال الصحية والخدمية والتعليمية. 4 استمرار العمل بقانون الطوارئ. 5 ودي مهمة تزوير الانتخابات البرلمانية 2010 لمجلس الشعب. يلا بينا نبدأ. زي ما قلت لك هو في بس نقطتين لكل نقطة. أول حاجة بيقول السبب الأولاني من أسباب الثورة هو تدهور الأوضاع الاقتصادية، وده بيتمثل في حاجتين. الحاجة الأولانية هو اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. يعني ايه يا استاذ؟ يعني باختصار اللي عايز يستورد حاجة يروح يعمل لها عملية استيراد زي ما هو عايز. فده طبعا مع عدم القدرة على المنافسة ادى الى اغلاق معظم المصانع بتاعتنا. يبقى اول نقطة عندي هو اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية. تاني حاجة التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. خلي بالك احنا ما عندناش مشكلة ان يبقى في قطاع خاص، لكن احنا طبقنا الكلام ده بشكل سليم ولا غير سليم؟ قال لي بشكل غير سليم. فالتطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة ترتب عليه نقطتين. يبقى السؤال اهو ما النتائج المترتبة على التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة؟ قلت له 1 ارتفاع الاسعار، 2 ارتفاع نسبة البطالة. والبطالة جات نتيجة تسريح عدد كبير من العمال، حاجة اسمها المعاش المبكر. وممكن يكون والدك او والدتك اللي قاعدين بيسمعوا معانا الفيديو يحكي لك اكتر عن الموضوع ده، بس احنا ده اللي علينا في المنهج. يبقى اول حاجة تدهور الاوضاع الاقتصادية كده خلصت. تاني حاجة سوء الاحوال الاجتماعية. قال لي للاسف الفوارق الاجتماعية زادت بين الطبقات، بقى في ناس غنية قوي وفي ناس مش لاقية. يبقى عندي غياب العدالة الاجتماعية، ده السبب الثاني. 3 تدهور الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، دي مفيش أي حاجة خلاص هي شرحة نفسها. 4 استمرار العمل بقانون الطوارئ، برضه هي شرحة نفسها. لو أنت مش عارف قانون الطوارئ ده بيدي للدولة أو بيدي لرجال الشرطة في وقتها أيام الرئيس محمد حسني مبارك إن هو ياخدك، لأن هو في نوع من أنواع الشك في حضرتك، هو مش واثق في انك راجل وطني. وده كان من ضمن اسباب الثوره، هو استمرار العمل بقانون الطوارئ. رقم 5 وركز بالك، ركز في رقم 5 بتقول ايه؟ بتقول تزوير الانتخابات البرلمانيه. صاحبي بتاع سنه ثالثه اللي هينام، تزوير الانتخابات البرلمانيه مش الرئاسيه، اوعى يجي في الامتحان يغلطك. تزوير الانتخابات البرلمانيه 2010 واللي فاز فيها الحزب الوطني ب97% من الأصوات. طب وده ايه؟ معنى كده ان مجلس النواب في ذلك الوقت او مجلس الشعب في ذلك الوقت خلى من اي عنصر من عناصر المعارضة، كل الناس تبع الحزب الوطني.
والحزب الوطني تبع الرئيس محمد حسني مبارك اللي هو بيحكم. يبقى احنا عندنا باختصار 5 اسباب ادوا الى قيام الثوره. ورقه وقلم واكتب بسرعه يلا. ايه هم ال5 اسباب؟ قلت له تدهور الاوضاع الاقتصاديه، سوء الاحوال الاجتماعيه، تدهور الاحوال الخدميه والصحيه والتعليميه، استمرار العمل بقانون الطوارئ، تزوير الانتخابات البرلمانيه 2010. دي اسباب الثوره. ندخل في اللي بعدها. الاحداث. انا محتاج اعرف ايه عن احداث ثوره 25 يناير. اول حاجه نعرف انها كانت مظاهرات سلميه. مظاهرات سلميه، الشعب المصري لم يلجأ الى العنف. دي حاجه عظيمه لازم نحافظ عليها. يبقى اول حاجه مظاهرات سلميه. المظاهرات انتشرت في جميع محافظات مصر وميادينها، خاصه وركز ميدان التحرير في القاهره. الثوره استمرت 18 يوم. كده احنا بنتكلم على اول حته في الاحداث. النقطه الثانيه في الاحداث سؤالين ركز، احنا مش عايزين نطول. السؤال الاول بيقول ليه الناس شكلت ما يعرف باسم اللجان الشعبيه؟ وانا واثق وانا بكلمك ان والدك كان واحد من ضمن اللجان الشعبيه. اساله بس كده، قول له بابا انت كنت عامل لجان شعبيه ولا لا؟ هيقول لك اه. تعالى اسمع مني. ليه احنا شكلنا حاجه اسمها اللجان الشعبيه في ثوره 2011؟ قلت له عشان حاجتين. اول حاجه لحمايه المنشآت والمرافق. لحمايه المنشآت والمرافق عشان نحمي بيوتنا، منشآتنا والمرافق، مرافق عامه او خاصه، حاجه بتاعتك انت. ومواجهه اعمال السرقه والترويع. هقول تاني بما تفسر سؤال مهم جدا. ليه شكل الشعب ما يعرف باسم اللجان الشعبيه؟ قلت له عشان حاجتين، حمايه المنشآت والمرافق. حمايه المنشآت والمرافق ومواجهه اعمال السرقه والترويع. ده سؤال مهم. السؤال اللي بعديه ما يقلش عنه اهميه. ليه تم الاستعانه بالقوات المسلحه؟ للي انت اكيد والدك هيحكي لك ان وزاره الداخليه كانت انسحبت من المشهد، فكان لابد من القوات المسلحه انها تنزل لحمايه الممتلكات العامه والخاصه. يبقى السؤال هو تاني، ليه يا استاذ تم الاستعانه بالقوات المسلحه؟ قلت له لحمايه الممتلكات العامه والخاصه والمحافظه على امن المواطنين. ودي نقطه هتبقى مهمه جدا عندي في اخر الدرس. بيقول لي ما تنساش ان الاحداث اثبتت ان القوات المسلحه او ان الجيش قوه مسانده للشعب. الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب وليس أداة لقمع المتظاهرين. يعني الجيش ما نزلش ضرب المتظاهرين، ده وقف معاهم وساندهم. ودي حتة مهمة لازم انت تعرف. المهم في حتة الناس ما بتاخدش بالها منها. ايه هي يا استاذ؟ اثناء كل الاحداث دي هل حاول الرئيس محمد حسني مبارك امتصاص غضب المتظاهرين؟ الاجابة صح. تاني، حاول الرئيس محمد حسني مبارك امتصاص غضب المتظاهرين. عمل كام حاجة؟ 2. خلي بالك. 1 عمل حكومة جديدة اللي هو تشكيل حكومة جديدة. 2 حاول النظام ان هو يعين نائب للرئيس. تعيين نائب للرئيس مع صلاحيات، لكن للأسف هذه الإجراءات جاءت متأخرة فلم تعجب الشعب السائر. احنا بنتكلم على ثورة 25 يناير. فاخد نقطة واحدة ويبقى كده الثورة خلصت. ايه هي؟ ما النتائج المترتبة على ثورة 25 يناير 2011؟ رقم 1، تخلى الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية في 11 فبراير 2011. تخلى الرئيس محمد حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية في 11 فبراير 2011. الأهم بقى، الأهم لأن كل الناس بتحلها غلط. مين اللي تولى إدارة شؤون البلاد؟ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس محمد حسني مبارك. ده كده ثورة 25 يناير. يا رب تكون سهلة، يا رب الناس تكون فهمتها. بس لسه الدرس فاضل له حتة أصغر وأقل من كده بكتير. ايه الجزء اللي احنا عايزين او اللي احنا هنقوله دلوقتي؟ قال لي الجزء اللي احنا هنتكلم عليه عشان يبقى الدرس خلص زي ما وعدتك هو ثورة 30 يونيو 2013. اللي حصل ان بعد عزل الرئيس محمد حسني مبارك زي ما اتكلمنا، تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد. تم اجراء انتخابات، فاز في الانتخابات. دي اول حتة بقى عندك في الدرس اهو. فاز في هذه الانتخابات
الرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة. أول حاجة يبقى فاز الرئيس محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية. جميل. أستاذ برضو إيه سبب الثورة؟ خلي بالك أنا بتكلم على ثورة 30 يونيو 2013. قال لي السبب رقم 1 إن الرئيس والسياسة الجديدة للرئيس محمد مرسي. مالها يا أستاذ السياسة الجديدة للرئيس محمد مرسي؟ قال لي لم تستطيع إيجاد حلول للمشاكل الراهنة التي تتمثل في العدالة الاجتماعية والأحوال الاقتصادية. باختصار الأحوال الاجتماعية زادت سوءا والأحوال الاقتصادية زادت سوءا. فلما زادت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية سوءا لم يجد حلول لها فخرج الشعب إلى الميادين. إيه اللي حصل؟ هنا بيجي الدور الأهم للقوات المسلحة. يبقى ده تاني موقف بيثبت أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب. هنا القوات المسلحة هتحس إن إحنا رايحين إلى نفق مظلم فهتطلع بيان. البيان بيدعو جميع أطراف الشعب ورئاسة الجمهورية للحوار. للأسف الرئيس محمد مرسي رفض المطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكذلك رفضت الأطياف السياسية طلب الرئيس بالحوار، مما أدى إلى نزول الشعب بالملايين إلى شوارع مصر. آخر حتة عشان ما نبقاش طولت عليه. ما النتائج المترتبة على ثورة 30 يونيو؟ قلت له أول حاجة تم عزل الرئيس محمد مرسي. هتقولها أنا عارف غلط اللي أنت هتقوله. تم عزل الرئيس محمد مرسي وتولى مين بقى اللي تولى؟ مين اللي تولى؟ المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. يبقى ما تتلخبطش. ثورة 25 يناير تم عزل الرئيس محمد حسني مبارك وجاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثورة 30 يونيو تم عزل الرئيس محمد مرسي وتولى المستشار عدلي منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا. بس كده؟ قال لي لا مش بس كده، ده هيحصل دستور جديد. فصدر دستور جديد للبلاد وهو دستور 2014 وهيتم إجراء الانتخابات، وبفضل الله سبحانه وتعالى نتج عن هذه الانتخابات فوز الرئيس. يبقى تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بعد التعديلات الدستورية أو بعد دستور 2014، ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة من مراحل الديمقراطية. وبكده يكون خلصنا أول درس. إن شاء الله زي ما وعدتك هنزل لك كل دروس منهج تالتة إعدادي مختصرة بحيث إن أنت تذاكر بسرعة. شكرا رجال التالتة إعدادي.